جيبوا بوشار وعصيروا أشياءكم الزاكية، ويلا نبدأ بالحلقة الأولى من سلسلة عن العهر أتحدث نجاح بني حمد. أول إشي خلينا نعرف مين نجاح بني حمد. نجاح بني حمد طليقة أبوي، يعني مرت أبوي السابقة، وخلينا نشوف نجاح وهي نفسها بتصرح إنها مطلقة. هذا الفيسبوك تبع نجاح، وشوفوا هون divorced، يعني هي بنفسها مصرحة إنها مطلقة. وبما إنه إحنا على صفحتها بدي أوضح لكم إنه أنا وياها مش friends، مش مضيوفين عن بعض، والصور اللي أنا جبتهم من صفحتها أهو عاملة صفحتها عام والصور عام. يعني إيش؟ يعني متاح للجميع. هذا بيعني إنه طريقة اقتنائي لصورها مش إشي لا أخلاقي، ولا هكرت موبايلها ولا سرقت صورها. وهاي النقطة من وين جبت صورها نقطة كتير مهمة لبعدين، فاحفظوها. نرجع لقصتنا. صار هون لازم أخبركم إنه أنا لما نزلت على الأردن آخر مرة شفت أمي وقابلتها. أمي حبيبتي اللي ولدتني، اللي كنت محرومة منها من سنين، أخيرا قابلتها وسمعت منها القصة، وأنا جاي أعطيكم الصافي من القصة. أنا بدي أبلش لكم القصة من البداية. تمام. هلأ بابا ونجاح كانوا خلقانين ولدانين بالزرقاء بحارات قريبة من بعض، يعني بيعرفوا ببعض معرفة عامة، وإمها كانت صاحبة ستي أنا، يعني في معرفة بيناتهم. تمام. اجى الوقت انه بابا بده يتزوج وعم بدوروا لبابا على عروس. وقت ما كانوا يدوروا له على عروس، مين بلشت تتلحس وتتملس؟ نجاح بني حمد. بابا وقتها كان كتير 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 وسيم، يعني حتى أنا لما أشوف صوره هلا ولهلا بابا كتير حلو. المهم بلشت نجاح تتقرب من عماتي، وهذا على حكي شهود كتير. بعد ما بلشت تتقرب، نجاح سألت طب ليش ما تفكروا بنجاح؟ ما هي نجاح موجودة. يعني امها اقترحت انه ليش ما تجوزوا محمد لنجاح يا عيب الشو. وطبعا اجاها الرد، وبدي اقرأ لكم الرد لانه الرد صارم. ما بزبط نجاح لانه بده مدرسة، عن ابوي كان بده معلمة، لانه بده مدرسة، وكمان احنا اسفين بس سمعة نجاح معروفة بالحارة. طبعا شو كانت سمعة نجاح؟ سمعة نجاح وقتها انها كانت متطلقة من زوجها اسبوع. بدي اسمي هاد زوجها عمران لانه انسان محترم وانا حكيت معه، فبدي اسميه عمران عشان احافظ عليه. كانت متجوزة واحد اسمه عمران لأسبوع واحد وطلقها. ليش طلقها يا لينا؟ طلقها لأنه كانت بتحب واحد اسمه قيس، وهم رايحين على شهر العسل اجا قيس بده يحكي مع نجاح وهي متجوزة عمران. فهاي كانت السمعة اللي نجاح معروفة فيها. فعماتي وتيتا اعترضوا وأعطوا نجاح الجملة المضبوطة، ما بزبط، سمعتها معروفة ما بزبط. المهم دوروا له على عروس ولاقوا له امي، وماما وبابا تجوزوا. طبعا ليش حكيت لكم هاي البداية؟ لانه هاي البداية كثير مهمة لقصتي انا. يعني هلا توضح لي ليش لما كانت تضربني ضرب مبرح كانت تحكي لي ول عليكي شو بتشبهي امك. اتريها غيرانة من امي لانه امي تزوجت ابوي واعترضوا عليها عشان سمعتها، عرفتوا؟ فامي اجت على هذا الجو. طبعا لهون خلصت معنا الحلقة الاولى، وخليكم معي للحلقة الثانية. عن العهر اتحدث نجاح بني حمد.